أعلن الحارس الدولي الجزائري أسامة بن بوط بشكل رسمي اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، ليسدل بذلك الستار على مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري بعد سنوات من الدفاع عن ألوان الخضر. وجاء هذا القرار من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام من خلال خاصية أستوري. وأكد بن بوط في رسالته خبر اعتزاله قائلا: يشرفني أن أعلمكم رسميا بقراري وضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني الجزائري، في إعلان واضح وصريح عن نهاية تجربته الدولية. وأوضح الحارس الجزائري أن هذا القرار لم يكن سهلا، بل جاء بعد تفكير عميق ومتأن، حيث أشار إلى أنه ورغم إدراكه لقيمة وشرف تمثيل الجزائر لعدة سنوات، إلا أنه يرى أن الوقت قد حان لطي صفحة مشواره الدولي، وفتح المجال أمام الجيل الجديد من الحراس لمواصلة المسيرة وحمل المشعل. وعبر أسامة بن بوط عن فخره الكبير بكل لحظة قضاها مع المنتخب الوطني، مؤكدا أن ارتداء قميص الخضر سيبقى من أجمل المحطات في مسيرته الكروية، ومشددا على أن هذه التجربة ستظل راسخة في ذاكرته مهما مر الزمن. كما لم يفوت الحارس الدولي السابق الفرصة لتوجيه كلمات شكر وامتنان لكل من رافقه خلال مشواره مع المنتخب من لاعبين وأطقم فنية، وكل من وضع ثقته فيه وسانده طيلة هذه الرحلة. وختم بن بوط رسالته بالتأكيد على أن ابتعاده عن الملاعب دوليا لا يعني ابتعاده عن المنتخب، مشددا على أنه سيبقى دائما مناصرا وداعما للخضر، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في قادم التحديات والاستحقاقات.